الان لمحمد خوجلي اللي بيلعبها الى جيري وهنا يخفف قليلا تفاريز من حده الانطلاقات الهجوميه اللي كانت لصالح فريق نادي النصر. شاهدنا يمكن حوالي 6 لاعبين من لاعبي فريق نادي النصر في هذه الكره. هنا بطاقه صفراء، طبعا بطاقه صفراء لكامل الموسى. ليش؟ لانه كامل الموسى خلال استلام جيري اريال او سعد الحارثي لهذه الكره تدخل، كان تدخل صعب من جرس الانذار. الملاحظ انه يبدو ان الهلاليين يعني من البدايه في الثغره او ملاحظين كح من الان بداوا يعني نهج واضح تماما في الغزو الى مرمى النصر ما بين قلب الدفاع، ما بين الصقور وما بين الحقيقه الجنوبي. هجمتين مثلت خطوره الاولى من خالد عزيز الحقيقه استعجل ويلعبها في المرمى وكانت لعبه غير مركزه، حتى لو لم يتصدى لها خوجلي ممكن ان تخرجها للاوت، كان بالامكان انه يلعبها. كبير جدا بين الاتحاد والاهلي في جده. كره اماميه لا وجود لشيء. سعد الحارثي كان يشارك في هذه الكره السابقه وحكم اللقاء يطمئن على اصابه سعد الحارثي. هذه عاده والدخول يعني كان عنيف. الدخول كان عنيف بين خالد عزيز وبين سعد الحارثي، لكنه يعني هو كان على الكره بشكل اكبر، ولكنه كان يعني هذا الهدف وامام الهلال بالذات نعم مهم جدا. كره عاليه وفهد الشمر على دفعتين يبعد الكره وبالهدوء يترك الكره تخرج الى خارج ضمن ملعب، ركله مرمى لصالح فريق نادي الهلال. ولاحظوا ان النصر بدا يفرض رقابه من اخرى. هنا نصراويه الى ضياء هارون، ملعوبه الى سعد الحارثي. سعد ايضا بيحاول يمر من خالد عزيز مع عبد اللطيف الغنام، بيحاول كره على الخط. عبد اللطيف بيحصل كره الهلال. تمرير يمرر بالفعل الى بلانكو ولكن مقطوعه او ممرره من سعد الحارثي الان الى عبد العزيز الجنوبي. عبد العزيز لسعد مره اخرى مع ياسر القحطاني، يعيد كره خلفيه لعبد العزيز الجنوبي للحارثي مره اخرى، يحاول يتقدم مع خالد عزيز والكره مقطوعه من خالد عزيز جميله. ياسر ايضا يشارك في هذه الهجمه، مقطوعه من الناحيه اليسرى لصالح فريق نادي النصر، والكره الى خارج ارض او وجود خطا لصالح فريق نادي، وبالتالي يذهب لتغطية خالد زميله اللي كان مندفع معه. سعد الحارثي وهجمة نصراوية من الناحية اليمنى مع أيضا مارسيلو تافاريز، وجود صافرة وخطأ وركلة. جيري ريال